هنخش بقى هنخش على المباريات اللي اتلعبت في الدور قبل النهائي، نتكلم فيها ونستعرض نقاط القوة والضعف في طرفي المباراة النهائية. من المؤكد هنبدأ بالزمالك وحرس الحدود. مباراة كانت عصيبة للغاية ومباراة قوية جدا 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 وحضرها جمهور غفير. نبدأ مع مين يكلمنا عن مباراة الزمالك وحرس الحدود؟ استاذ حسن. يلا يا استاذ حسن اتفضل واستعرض لنا بقى محمد كده لقطاتنا. مش جاهز؟ لا المباراة طبعا جاهز. كانت عصيبة وصعبة جدا. نعم. تفوق فيها الزمالك في الشوط الأول بشكل كبير جدا. كان مميز. عمرو زكي سجل هدف مبكر. الهدف المبكر ده كان له تأثيره شوية السلبي على أداء الزمالك بعد النص ساعة الأولى. يعني كانت الثقة مبالغ فيها. هدف طبعا تصويبة جميلة جدا، وعمرو زكي كان من نجوم هذا اللقاء اللي برضو كان فيه ندية من جانب الحرس، خصوصا في الشوط الثاني. الشوط الثاني حرس الحدود لعب برضو مباراة كبيرة وعمل عرض جيد جدا. الزمالك يعني لعب بتشكيل عبد الواحد السيد طبعا وعبد الشافي وحازم امام. وحازم امام الحقيقه دي تسديده جميله بتاعت عمرو. الهدف الاول كان في الدقيقه الثالثه من اللقاء. يعني افتتاحيه قويه وتدي الزمالك اريحيه، ادى الزمالك دفعه معنويه كبيره جدا. وفعلا قدر يسيطر ويتفوق. حتى الحرس اخذ فتره عشان يسترد توازنه وينظم حتى صفوفه ودفاعه، لان كان في بعد الهدف ده مساحات كبيره في فريق حرس الحدود في دفاعاته، عملت خلل كبير. ده حسين حمدي اللي ظهر برضه بشكل لا باس به في هذا افضل من المباراه اللي قبليها. طبعا يعني رويدا يعني بالبلدي واحده يعني بالظبط، ولكنه خامه جيد. طب استاذ حسن، يعني من وجهه نظرك لماذا تفوق الزمالك على الحرس؟ هل الحاله، بتكلم على الشوط الاول تحديدا، هل الحاله النفسيه لعيبه الزمالك، ارتفاع معدلات الثقه بالنفس، خصوصا انه الماتشين اللي قبليهم دجله والجونه كان الزمالك متاخر ثم تجاوز وفاز؟ هو درس الجونه ودجله خلى الزمالك نازل ضاغط بقوه وعايز يخلص المباراه بدري. بس الحقيقه دي فرصه ضايعه من شيكابالا، فرصه الحقيقه كانت المفروض انها سهله جدا. الزمالك يعني تفوق في النص ساعه الاولى، بس كان يقدر يتفوق احسن ويبقى افضل كمان لولا النزعه الفرديه اللي شويه شابت اداء اللاعبين والثقه المبالغ فيها والحماس. كل ده عمل شكل شويه من العشوائيه. نعم. يعني ما كانش فيه تنظيم 100% في السيطره. يعني السيطره اللي مسيطرها الزمالك في الشوط الاول كانت يمكن ان تفرز اكتر من الهدف اللي احرزه عمرو زكي. طبعا يعني انا بس عايز اقول ان من نجوم هذا اللقاء او من حسن شحاته طبعا من نجوم هذا اللقاء، لان 4-2-2-2 يعني ساعدت الزمالك بشكل جيد جدا، وخصوصا ان هو يستفيد من كل الاسماء المتاحه قدامه، ومنها انه يلعب باحمد حسن وشيكابالا تحت حسين حمدي وعمرو زكي، ويلعب عمر جابر واحمد المرغني وراهم، ويلعب كمان بالجناحين او بالظاهرين المهاجمين عبد الشافي وحازم امام. واهم حاجه اعاده حازم امام الى مركز الظهير الايمن وتثبيته، لان حازم امام لما كان بيلعب في وسط الملعب ما كانش بياخد المساحه والمسافه الملائمه عشان يجري بسرعته ويسبق المنافس بتاعه. حازم امام بيتالق جدا في بسرعته لما يقطع مسافه طويله قادما من الخلف من مركز الظهير، لكن لما كان بيلعب في وسط الملعب ما كانش بيظهر السرعه بتاعته. هو اسرع من المسافه اللي المفروض يقطع فيها اسرع من المسافه اللي بيقطعها. نعم. لكن لما رجع لمركز الظهير قدر
يبرز هذه، لان بقى عنده الوقت مساحه جيده للجري، بقى عنده مساحه جيده. طيب استاذ فتحي، يعني. يعني من وجهه نظرك ومتابعتك لمشوار نادي الزمالك في بطوله الكاس، يعني الزمالك لعب مع كهربة الإسماعيلية ولعب مع مدينة كفر الزيات، ده قبل كده في بطولة 2008 لما وصل للنهائي. المرة دي اجتاز مشوار أيضا جيد جدا حتى وصل إلى هذه المباراة. الزمالك لعب مع وادي دجلة، الزمالك لعب مع الجونة، الزمالك لعب مع حرس الحدود. كيف ترى نقاط القوة في الزمالك ونقاط الضعف التي ربما يلعب عليها كابتن مختار مختار؟ نقاط القوة في الزمالك رقم واحد حكمة حسن شحاتة. حكمة حسن شحاتة كان السبب في تخطي عقبة الجونة بعد ما كان فريق متأخر بتغييراته، وفي مباراة الجونة اللي كانت صعبة جدا بعد طرد إبراهيم صلاح، وكان الزمالك يعني بيمر بمرحلة عصيبة جدا. لما نفتكر كويس مطلع مصطفى إبراهيم وعمل تغيير لنص الملعب وقدر ان هو يعتمد يعني على الهدوء والتركيز وعدم الانفعال والتمرير الارضي وعدم ارسال البالونات والكور الاماميه. نعم. تلاحظ ان ده اللي عمله الزمالك في فوزه في مباراه الجونه تحديدا. صحيح. في فرقه لما بتتزنق بتفقد تركيزها وبتبعت الشلاليط في الهواء والكور الطويله، وبالتالي ما بيكونش فيه فعاليه. ولكن انا بشوف ان حكمه حسن شحاته مهمه جدا جدا في الثلاث ماتشات دول. نعم. فنمره واحد حكمه حسن شحاته. نمره اثنين انه معامله الجهاز الفني للاعيبه الزمالك على انهم يلعبون هذه البطوله تحت ضغط شديد جدا. الزمالك كان الاقرب والاحق ببطوله الدوري، ولاخطاء فنيه او لبعض الاسباب خسر البطوله واهداها للنادي الاهلي. نعم. فهذا الوضع مع الجهاز الفني الجديد لحسن شحاته وضعه تحت ضغط عصبي شديد. شفناه في الاهتزاز اللي كان في بدايه ماتش الوادي الدجله وفي الوضع اللي كان في ماتش الجونه. ولكن زي ما بقول بالتعامل الايجابي داخل الملعب قدر ان هو يعدي. فالزمالك بيلعب تحت ضغط، وده اللي ممكن ياثر عليه ايضا في ماتش انبي. ربما كانت هناك بعض الغيابات في ماتش الحرس. حاجات اساسيه كانت غايبه جدا، عناصر هاني سعيد، ابراهيم صلاح، احمد جعفر. الثلاثه الاساسيين، الثلاثه الاساسيين في الفرقه عودتهم هتخفف كتير من مساله الضغوط الفنيه على فريق الزمالك. هاني سعيد عودته مؤكده يا استاذ فتحي؟ لا مش مؤكده، ده هيغيب، لكن هيرجع احمد جعفر اللي انا شايف ان هو يعني ده بالعكس، ده الزمالك اكتمل، ده في رزاق موجود كمان، في رزاق موجود، وفي احمد جعفر راجع، وفي ابراهيم صلاح راجع. يعني الفرقه طبعا ده هدف يجسد الروح القتاليه عند اللعيبه باسلوب عمرو زكي. يعني لم يعتمد على مهاره، لان هو المهاره طبعا قليله في الوضع ده. ولكن اصراره وقوته البدنيه وعزيمته الشديده جدا ان يستثمر هذه الكره، هو ده عنوان او احد عناوين الزمالك في الوقت الحالي. هو الروح القتاليه. كل دي ايجابيات عند الزمالك باستثناء الضغط العصبي. الخوف عليه من الزمالك، ما يزال الزمالك بيعاني من ارتباك او بعض الارتباك الدفاعي. وبعتقد الارتباك الدفاعي يعني لما بيضغط على دفاع الزمالك، هذا الجون اللي طبعا عمل بيه عبد الزكي، لما بتضغط يا كابتن مدحت على دفاع الزمالك رغم الاجاده الكبيره لعبد الشافي والحازم زي ما قال حسن، لكن ما تزال برضو المسافه بين فتح الله ومن يلعب بجواره، سواء اذا كان صلاح لعيب المحله صلاح سليمان يعني بدأ يعني يتفاهم شويه مع فتح الله، ولكن ما يزال الاثنين محتاجين بعض الوقت، لا سيما انه طبعا يمكن هاني سعيد شويه كان قدر يعني يتفاهم مع فتح الله، لكن اعتقد برضو ان لم يتفاهم القلبي الدفاع في ماتش انبي، اعتقد ان ده ممكن يشكل يعني خطوره على عبد الواحد. عبد الواحد برضو ما تزال ثقته في نفسه مش كامله، لانه عبد الواحد هو بينقذ بعض الكرات الصعبه، لكن تحس في بعض الكرات اللي ما بيمسكهاش ان هو مش مطمن، يعني بيستخدم البوكس كتير وايديه كتير في ابعاد كور بيمسكها عبد الواحد، ودي برضه حاجه
يعني ارجو ان عبد الواحد يعني هو حارس كبير ويستطيع ان هو يعني يستحوذ على كرات كثيره جدا جدا بيطفشها بايديه. هي بس مساله الخطر الدفاعي اللي على الزمالك هي اللي ممكن تكون، وهي ربما يا استاذ الصعوبات. فتحي الجانب الدفاعي، لانه الزمالك كان يعني مع او الكابتن حسن شحاته نقول الكابتن حسن كان معتاد دايما بيلعب 3-5-2. هو الزمالك لعب السلفات 4-4 لكن برضه منيا مرماه باهداف كثيره. الكابتن حسن متعود مع المنتخب بيلعب دايما 3-5-2. تعديله للطريقه 4-4-2 بالفعل الشوط الثاني نادي الزمالك تعرض لهجمات في منتهى الخطوره بالظبط من حرس الحدود. لكن تعتقد استاذ حسن اللياقه البدنيه للاعبي نادي الزمالك، اللياقه البدنيه اصبحت في مستوى يؤهلها ان هي تؤدي بمنتهى القوه من البدايه للنهايه؟ هي جيده طبعا، جيد. لكن ما اقدرش اقول المؤشر، يعني هي ظهرت في دجله والجونه، لكن ما اقدرش احكم برضو عليها 100% على مباراه حرس الحدود، لان حرس الحدود الهجوم المضاد كان يعني ظهر تاثيره شويه بعد الجون الثاني، والجون الثاني بتاع عمرو زكي يعني من نقلتين، حازم امام ثم احمد حسن، 3 نقلات ثم عمرو زكي. لكن طبعا الزمالك في المباريات الثلاثه كانت لياقته افضل من المنافس بتاعه. طب امبي لعب وقت اضافي، الزمالك ما لعبش وقت اضافي، هل ده تاثير في المباراه اللي جايه؟ الحقيقه الزمن ما بين قبل النهائي والبتاع ده يعني اذا ما كانش هيعمل استشفاء كامل يبقى ده ما ينفعش مدرب خالص، ده يبقى عايز مستشفى يعني. اذا مدرب انبي ما قدرش اكيد يعالج هذا. هو لو كان المده 3 ايام و4 ايام اقول لحضرتك لكن تاثر طبعا، لكن 10 ايام اعتقد انها مهمه جدا. يبقى بس في الزمالك يعني هو لازم يستفيد شويه باحمد حسن وشيكابالا على الاطراف اكتر من اصرارهم على العمق باستمرار. هم الاثنين بطبيعتهم، شيكابالا يحب بيبتدي على الطرف لكن بالفطره كده وبالغريزه بيدخل لجوه. احمد حسن على طول معظم الوقت برضه بيخترق للامام بيدخل لجوه. نعم. انت عندك هنا اللي بيسد الحكايه دي المفروض عبد الشافي وحازم امام، طبعا هم قادرين وخصوصا حازم امام، لكن المفروض في طريقه اللعب دي ان الاثنين دول يكملوا ناحيه الشمال عشان يبقوا جناحين ويبقى بيهاجم باربع مهاجمين بوضوح مع التعزيزات اللي جايه من ورا. ده اللي ناقص في الزمالك شويه عشان يظبط الاداء الميكانيكي بتاع الفرقه. طيب رزاق ممكن ياخد فرصه في المباراه دي يا استاذ فتحي؟ هو داخل التدريب امبارح والنهارده وهيخش في التدريب، لكن اعتقد ان يعني صعب ان حسن شحاته يدفع بيه، يعني ممكن يحطه على الدكه لانه يعني امر طبيعي ان هو هيبدا بقى بعمرو زكي اللي انهى المباراه بشكل مؤكد، واحمد جعفر اللي كسبوا الماتش بتاع الماتشين بصراحه صحيح. بتاع دجله الجونه وادي دجله. هو ما بداش باحمد جعفر في الماتش اللي بتاع الاولاني بتاع وادي دجله بتاع دجله لكن لما نزل الراجل قلب المباراه صحيح. فهو طبعا يعني ممكن يقعد على الدكه، لكن انت عندك 3 فراوده النهارده كويسين، يعني اذا كان حسين حمدي اللي بدا يتحسن شويه وعمرو زكي واحمد جعفر، فما فيش وجه استعجال على رزاق. ميدو بره اوكي. جمهور الزمالك برضو يعني ايه، هو عامل مزدوج، يعني ما بين ان هو اللعيبه عايزه تحقق له حلمه بالنسبه للضغوط اللي بنتكلم عنها، وما بين ان هي دورها ممكن يكون دور ايجابي في دعم اللعيبه. هي في الماتشات اللي فاتت يعني سندت الفريق بشكل كبير. انبي يعني رغم ان ما عندوش جمهور، لكن بالنسبه له متعود على لعب الزمالك من سنتين لعب معاه فاينل 2008 مفيش مشكله وفاز الزمالك 2-1. فجمهور الزمالك برضه بيمثل احد العوامل التي يمكن ان تكون ايجابيه جدا جدا مع الفرقه، وممكن ان تكون عامل ضغط على الفرقه. ده هيبان امتى يا كابتن؟ هيبان فيما لو تقدم الزمالك، فيما لو تقدم الزمالك بتلاقي الامور ماشيه بشكل سلس. زي ماتش حرس الحدود. لكن اذا تاخر المساله بتحتاج تعامل اخر، يا اما بقى تساند وبقوه يا اما تغضب وتزرجن والحدوته دي كلها. فلكن جمهور الزمالك عودنا في المشوار الموسم اللي فات وحتى الان انه جمهور داعم وقوي جدا مع لاعبته.